جربت السبانخ بطريقتكم بالطشة وبالخضرة. وكمان عملتها بطريقتين اتنين، بطريقتي وبالطريقة اللي هي بالخضرة، وهقول لكم ازاي. اول حاجة خالص انا حطيت في الحلة سمنة علشان خاطر اسبك التسبيكة بتاعتها. بصلاية بقى كده متخرطة نزلتها، وكمان هحط يجي 3 فصوص توم متخرطين دواير كده. هقلبهم في قلب بعض لحد ما يتبلوا ويصفروا، ما تحمريهمش قوي علشان ما يبقاش ممرر معاكي. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة صلصة من اللي هي الجاهزة المعلبة، وهخليها تاخد تقليبة معاها كده لحد ما تندمج مع البصلة وريحتها تروح. بعد كده هحط الطماطم اللي انا ضربها في الخلاط. هحط عليها ايه بقى؟ دايما بنحط مع الصلصة سكر، معلقة سكر صغيرة ممسوحة، وعليها الملح بتاعها. ما بحطش بقى على اي صلصة خالص التوابل اللي في الاخر. هنا برضو حطيت مكعب مرقة. هاخد بقى في حلة تانية شوية كده صغيرين، علشان انا هعملها بقى بطريقتي وبالطريقة التانية كتجربة، فكنت خايفة انها تبوظ. هنا نزلت بقى على الحلتين الاتنين بالسبانخ، دي سبانخ من غير اي حاجة خالص، ودي السبانخ عليها الخضرة. قلبتهم بقى كده لحد ما يدبلوا. متحطيش الشوربة على طول، سيبيها تدبل عشان هي لسه تنزل ميتها، وتاخد غلوتين في الصلصة كده تتبل فيها. وحطيت التوابل، يعني شوية فلفل وشوية كزبرة شوية بابريكا شوية ملح كده، يعني شوية تو اسمه كمون كده، يعني البهارات دي. بعد ما عملت كده بالشكل ده اهوت، هحط الشوربة مش كتير، بتحتاجش كتير يعني. دي اللي هي ايه على طريقتي انا، بحطش فيها اي حاجة تانية، عشان كده بنحس فيها بطعم السبانخ اقوى يعني. هنا ديت زودتها كمان اللي بالخضرة، وعملت لها الطشة بتاعتها بالثوم والكزبرة. بصراحة لما دقتها أنا كنت خايفة إنها تطلع مش حلو. عجبتني جدا جدا بصراحة، بس هي طعم السبانخ مش باين فيها شوية، بس حلوة حلوة قوي. عشان كده رحت عاملة الاتنين على بعض، اللي أنا كنت عاملاها عادية بالثوم والخضرة حطيتهم على بعض. كانت طعمها جميلة وتستحق التجربة فعلا. شكرا.